في 14 جان في 2011 تغادر طائرة مطار قرطاج وتتجه إلى السعودية على متنها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، يهرب بسبب المظاهرات والاحتجاجات اللي خرجت على السيطرة. لكن القصة ما بداتش في 14 جانفي، القصة بدات قبل ببرشا. كيفاش بن علي ملي كان مجرد ضابط أمني يصبح رئيس الجمهورية؟ والأهم، هل بن علي كان مصلح حاول يحمي البلاد ولا كان مفسد خان الشعب وأغرق البلاد؟ وعلاش برشا ناس تحمل فترة حكمه؟ في الفيديو هذا باش نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة هذه وأكثر، ونحكوا على أكثر فترة مثيرة للجدل في تونس. ولد زين العابدين بن علي يوم 3 سبتمبر 1936 في حمام سوسة. العائلة متواضعة متكونة من 11 فرد. قرا بن علي في المعهد الفني بسوسة وفشل في إتمام دراسته والحصول على الدبلوم، وهذا كان سبب في تغيير مساره. في عام 1958 يلتحق بالجيش، وكانت هذه أول محطة مهمة في حياته. بعد مدة يتحصل على الدبلوم من المدرسة المختصة للجيوش في سانسير، ثم من مدرسة المدفعية في شالون سيغ ماغن بفرنسا، ورجع لتونس حتى يستقر في باردو. وغادي ونتعرف على امرأة اسمها نعيمة بنت جنرال محمد الكافي، وتزوجوا سنة 1964. ومن اللحظة هذه بن علي بدأ يتسلق في المناصب، من ملحق عسكري في المغرب وإسبانيا عام 1974، ومدير عام للأمن الوطني سنة 1977 لقمع النقابيين والطلبة. والحقيقة نجح في المهمة متاعه وبدأ يحكم في قبضته على النظام، ثم تعين وزير الداخلية. في أن السيد زين العابدين بن علي سينجح في الاطلاع بمهامه الجديدة، وسيواصل العمل بالتمشي نفسه حتى تبقى وزارة الداخلية الأداة الكفيلة بضمان مناعة تونس واستقرارها وأمنها، مؤكدا أنه سيجد من قبل الوزير الأول كل الدعم والتفهم. وأخيرا اختاروا بورقيبة باش يكون وزير أول في أكتوبر 1987، لكن بن علي يزغل حالته الصحية ويستولى على الحكم في 7 نوفمبر من نفس العام. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه، وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها، وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة. من الأول بن علي قام بعدة إصلاحات كما السماح بنشاط الأحزاب وإطلاق سراح عدد من المساجين السياسيين، أبرزهم راشد الغنوشي، علي العريض، والحبيب عاشور زعيم الاتحاد العام للشغل. زاد أسس وزارة مستقلة للشؤون الدينية. وفي عام 1993 عمل تعديلات في مجلة الأحوال الشخصية حتى يمكن المرأة من الطلاق وتحسين مشاركتها في الوظائف العمومية والسياسية. وفي الوقت ذاك المرأة التونسية تعتبر من الأكثر تحرراً عربياً. كانت أهداف الخطة هذه واضحة: زيادة في نسبة النمو الاقتصادي، انخفاض التضخم، تقليص البطالة، دفع التصدير خاصة لأوروبا، تحسين التعليم والصحة والبنية التحتية. والحقيقة نجحت الخطة هذه في تحقيق أغلب أهدافها، فانخفضت نسبة التضخم إلى 2.7% عام 1999، وزيادة في متوسط العمر المتوقع من 67 إلى 73 سنة 2000، وحتى البطالة تقلصت إلى النصف بين 1987 و 2001، ونمو اقتصادي وصل حتى 6%. وبرشا إصلاحات أخرى كما تطوير البنية التحتية وبناء مدارس ومستشفيات في عدة أرياف. قداش محكوم قداش؟ 5 سنين. 5 سنين. تديس شيك؟ لا مش لا مش لسه جريمة تديس شيك. مش لا 5 عديت 3 معناها توا. نعم. سيبوك وكاو راجل كبير وكذا. اليوم سيبوك وكاو. الحمد لله ربك يجي كذا انت تجي لنا كاك نغسل شتا باهي عندكم شويه بطار لاباس لا لا الحمد لله شويه كاك صبت شويه مترك ما نزلكم نغسل ولا لاباس؟ الحمد لله ربنا لاباس حرثت وزرعت مازال شويه ناس تحرث ناس تزرع تو لو ما عندناش سيد الرئيس. اي تو شوف فهمت سيد الرئيس من فضلك من فضلك رجلنا سيد الرئيس رانا ريناك اليوم ورينا وجه رب. بارك الله فيك. اليوم ورينا وجه ربي سيد الرئيس. عاد زوركم بعد السلطه تزوركم مد يجيكم الحرس ويجيكم الاخوان. جونا سيد الرئيس لكن منطقه ضعيفه سيد الرئيس. في عام 1992 بن علي يتزوج رسميا بليلى طرابلسي بعد علاقة سرية دامت سنوات. الحقيقة تختلف الروايات كيفاش تعرفوا على بعضها، لكن المصادر الكل تتفق على أنه ليلى كان عندها علاقات مع أشخاص ذو نفوذ كبير، وزيد كانت معرسة برجل أعمال تونسي اسمه خليل معاوي. يعني عكس الصورة الشائعة عنها، ليلى كانت عندها معارف وأكتاف في الدولة قبل حتى ما تعرف بن علي، لكن كان أخطر من ليلى عائلتها.
استغلت ليلى قربها من الرئيس باش تخلق نظام محمي لعائلتها وتقسم بيناتهم الدولة التونسية. فحسب تقرير صادر من البنك الدولي فإنه العائلة كانت حاطة يديها على 21% من اقتصاد البلاد، وهذا من أشهر أفراد العائلة. تاع جون شو اسمه جون مسيي جون ماري مسيي جي دوزيام. بالحسن الطرابلسي خو ليلى الكبير واللي يعتبر هو الجاد فاذر أو عراب العائلة، أسس مجموعة كارتاجو للسيطرة على العديد من الصناعات الرئيسية في البلاد كما السياحة والعقارات والاتصالات. عماد الطرابلسي كان وحده مستحوذ على 30% من قطاع بيع الكحول. في ظرف سنتين لقيت نفسي مسيطر تقريبا على 30% من السوق التونسية. في معناه بالسيركوي نورمال وكذلك حتى الناس اللي تبيع في الخمر خلصة يسميهم. فهمت. أبار العقارات والسيارات اللي كان كسبها. لا رانج روفر عماد الطرابلسي أو تابعوا اكزاكتومون شكون يسوق فيها. صخر الماطري، سهر بن علي وزوج نسرين اللي كان عنده بنك الزيتونة، وبرشا سامي اخرين كيما منصف الطرابلسي إلخ. وفي الأثناء بن علي كان يروج لنفسه على أنه الزعيم المصلح الحامي والحداثي من خلال ماكينة الإعلام الموجهة والمنظومة التربوية والتعليمية. أما في الحقيقة بنى نظام بوليسي استبدادي فتضاعف حجم الشرطة 4 مرات، والمخبرين والقوادة كانوا منتشرين في مفاصل الدولة الكل وبالأخص الجوامع، وأيضا تكميم الإعلام ومحاصرة الصحافة، وتم قمع ونفي وتهديد الصحفيين ومن بينهم توفيق بن بريك وسهام بن سدرين، وكذلك حجب العديد من المواقع كما اليوتيوب وديلي موشن ومواقع إخبارية كما الجزيرة نت. وفي 2022 بن علي عدل الدستور يرفع سن الأقصى للترشح حتى يتمكن من مواصلة الحكم للأبد. احنا راهو بقدر ما ندعو الوحدة وندعو لأن نضع أيدينا في بعضها وندعو إلى وحدة الخط ووحدة النضال ووحدة المطالب بقدر ما نكون شرسين في الدفاع على كل من يتعدى على هذه المبادئ. في 5 جانفي 2008 تندلع احتجاجات تحديدا في الرديف بسبب نتائج مناظرة شركة فوسفات قفصة واللي يعتبروها سكان المنطقة ظالمة وفيها برشا معارف ورشوة. رغم الاحتجاجات كانت سلمية من الأول، لكن الشرطة استعملت العنف المفرط، الشيء اللي سبب عدد من الإصابات والوفيات، ودامت انتفاضة الحوض المنجمي 6 أشهر وكشفت عن حجم التهميش الاجتماعي والاقتصادي في الجنوب. الأمن فقد السيطرة في المقابلة ذيك، والمسؤول الامني ربي يخفف عليه وربي جلال بودريقه ربي يخفف عليه. ما كنتش باش نرجع المقابله ذيك 3 بلاش، قلت مانيش راجع خاطر تعرضت لبرشا ضغوطات واعوان الامن ضربوا قدامي خارجين في البلانكار، ما ثماش ظروف باش رجوع. حاولوا معايا بالسياسه، في الاخر صار معايا القوق اللي ماكش تحكم في البلاد، 35,000 متفرج يخرجوا لبرا يعملونا كارثه. وخرجت قلت له كيفاش تبدا والحجر يضرب معنا وصل لي التيران، قال لي ابدا وش يهمك في الباقي. الجو كان مشحون بين الجمهور وأعوان الشرطة، بدأت تتطور الحكاية حتى فقد الأمن السيطرة وقرر يطفي ضوء الملعب. اللي صار نهارتها في الجرادان وقلت قبل وهنقولها لك انت، انا نقول الشراره الاولى تاع الثوره خرجت من الماتش هذاك، مش جماعه توا نتاع جانفي خرجوها، بدات من ماتش حمدلف والاسبيرونس في المنزل، لان نهارتها الشيء اللي شفته انا علاقه بين المتفرجين والامن عمري ما ريتها بحياتي وعمري ما كنت اتصور، وما فهمناش الاسباب، ممكن تراكمات مع بعضها جات معناتها البونتوات الغيظ بين المتفرجين وبين الامن خلات اللي دخلنا احنا في الديزاميتون. رد بالك احنا راجعين نلعبوا، تقلبت الدنيا كلها تقلبت، نشوفوا كان في الضوء قص والسيبورتير خارجين يهربين يجريوا والدنيا كلات بعضها، وفي اخر ماتش نشوف الناس هزينها، الامن هزينه مضروب والمتفرجين هزينه مضروب والموقوفين. عمري ما ريتها صبره وشتيله نهارتها شفتها. واخيرا في 17 ديسمبر 2010 اضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في جسده بمدينه سيدي بوزيد احتجاجا على الظلم والتهميش. كانت تلك الحادثه بدايه موجه من الاحتجاجات التي امتدت لتصبح بما يعرف بثورات الربيع العربي. اللي صار نهارتها في الجرادان وقلت قبل وهنقولها لك انت، انا نقول الشراره الاولى تاع الثوره خرجت من الماتش هذاك، مش جماعه توا نتاع جانفي خرجوها، بدات من ماتش حمدلف والاسبيرونس في المنزل، لان نهارتها الشيء اللي شفته انا علاقه بين المتفرجين والامن عمري ما ريتها بحياتي وعمري ما كنت اتصور، وما فهمناش الاسباب، ممكن تراكمات مع بعضها جات معناتها البونتوات الغيظ بين المتفرجين والامن خلات اللي دخلنا احنا في الديزاميتون. رد بالك احنا راجعين نلعبوا، تقلبت الدنيا كلها تقلبت، نشوفوا
وفي الأخير يبقى بن علي من أكثر الشخصيات اللي عملت جدل في تاريخ تونس. ناس تشوف فيه منقذ وتحنى لفترة حكمه، وناس أخرى تشوف فيه رمز الفساد والاستبداد. ونحب نسمع رأيكم في الكومنتات. سلام.